اهلا بيكم متابعين القناه. ما تنساش لو القصه عجبتك تعمل لايك واشتراك وكومنت جميل. قصه النهارده بعنوان بيت الشيخ ابو الحسن. في قريه صغيره كان في بيت عيله فاضي من سنين محدش بيقرب له. البيت ده كان اسمه بيت عيله الشيخ ابو الحسن. بعد ما مراته وبنته اختفوا في ظروف غامضه ما كانش عارف هم راحوا فين، قرر انه يسيب البيت ويبني حيطه من الطوب قدام الباب. طب هو ليه عمل كده؟ تعالوا نعرف. انا مين الاول؟ انا طارق، طالب في كليه اثار. كان مطلوب مني عشان اتخرج ان انا اعمل مشروع للتخرج. فجت في بالي فكره مجنونه زي افكاري دايما، ان انا ادور على بيت يكون قديم واحاول ان انا احوله لمزار سياحي، ويبقى ده انجح مشروع تخرج حصل السنه دي. وفعلا بدات ادور على بيت بالمواصفات دي لغايه ما حد دلني على بيت مهجور في الريف. حكيت للدكتور، اتحمس جدا وقال لي خلاص، روح انت لوحدك صور البيت وتعالى وريهوني. رحت انا وكريم صاحبي بالعربية، سافرنا للقرية دي، واول ما قربنا من البيت في ست عجوز قابلتنا. رايحين فين؟ قلنا لها والله واحد دلنا على بيت عيلة الشيخ ابو الحسن. وعايزينه في ايه؟ والله بحث دراسي. بحث ايه؟ البيت ده مهجور بقاله سنين ومفيش حد عايش فيه. انتوا عايزين تروحوا البيت ليه؟ لسه هتكلم بس لاحظت ان وشها قلب الوان وبقت خايفة ومرعوبة جدا. قالت لنا اوعوا تفتحوا الباب، البيت فيه عين الكحل. ايه عين الكحل دي يا كريم؟ العين المكحلة يعني؟ سيبناها ومشينا طبعا. وقعدنا نضحك، افتكرناها خرافة من خرافات الأرياف يعني، مع احترامنا طبعا. أول ما وصلنا البيت لقيناه مكان قديم جدا جدا جدا، لدرجة إن في بعض الحيطان متكسر منها طوب، وفي الحيطة اللي كانت مبنية قدام الباب الخشب متكسرة فعلا، والباب الخشب بتاع البيت باين منها. كريم قال لي ايه رأيك يلا نقرب منه ونفتحه؟ الطوب بقى رفيع وقديم خالص، هنقدر ان احنا نشيل الطوب. قلت له طب دقيقة بس اصور البيت من بره كده، والحيطة قدام الباب، ويلا بينا نكسر الحيطة دي. فتحت الكاميرا وبشغلها وباجي اصور البيت، حسيت ان العدسة اكن عليها دواير سودا كده. بصراحة انا مبفهمش في الكاميرات قوي، والعدسة اللي جايبها كانت عدسة جديدة وانا مش عارف اتعامل معاها. فكبرت دماغي وقلت له بص، هي تقريبا الكاميرا فيها مشكلة، في دواير سودا كده عمالة تظهر واشكال غريبة، تقريبا الكاميرا بايظة وانا مش عارف استخدمها. تعالى يلا نفتح الباب. اول ما قربنا من الباب الكاميرا وقعت من ايدي، وانا بوطي اشيلها من الارض واطمن ان مفيش اي حاجه حصلت لها، لقيت انعكاس في العدسه. والله زي ما بقولك اكن في عين ظهرت على العدسه، اكن العدسه بقت اكنها مرايه كده وفي عين ظاهره عليها. وعمال اقول لكريم بص انا شايف حاجه في العدسه، في انعكاس كده حاصل على العدسه زي عين بني ادم كده. ما كانش مصدقني وقال لي يلا نحاول نفتح الباب، احنا مش جايين نضيع وقت. اول ما كريم فكر انه يلمس الحيطه اللي قدام الباب عشان يكسرها او يحاول ان هو يزقها، سمعنا صوت سويت وطلعنا كلنا نجري على العربيه. ورجعنا القاهره وبنحكي لحد من صحابنا، قال لنا اه طبعا دي عين الكحل. قلنا له يا دي النيل، عين الكحل ايه؟ هو انت كمان بتفكر نفس التفكير؟ قال لنا طب دوروا بس على النت وانتوا هتفهموا ايه عين الكحل دي. اقسم لكم بالله من يومها وكل يوم بحلم نفس الحلم. انا في اوضه ضلمه وفي مرايات متكسره حواليا، وفي دخان عمال يطلع من كل حته، ورسمه العين على كل مرايه بصالي، ومهما اتحرك العين مش بتفارقني. العين سودة ومتكحلة من جوه العين، والكحل حوالين العين. أول ما بصحى من النوم بلاحظ إن عيني مدمعة جامد، أكني كنت عمال بعيط وأنا نايم، وأحس بحرقة كده جامدة في عيني. وفعلا يوم بعد يوم بحس إن أنا عيني حوالين منها بالسود أكني حاطط كحل. قلت بس أنا لازم أدور على موضوع عين الكحل دي. لقيت إنه فعلا في شيخ من الأرياف اسمه أبو الحسن، وكان عليه جنية عشرة. أنا طبعا مش واثق من الحاجات دي، بس على حسب الرواية بتقول إنه الجنية العاشقة قررت إن هي تحرق البيت، وكان نتيجة لده إن مراته اتحرقت وبنته اتخنقت من الدخان. الشيخ أبو الحسن عمل إيه؟ دفنهم في مكان محدش يعرفه غيره، وبعد عن البيت الملعون ده وبنى حيطة قدام الباب.
بس المشكلة ما وقفتش عند كده، ان انا مبقتش عارف انام. كل ما عيني تغفل لحظة لازم اشوف العين قدامي. اضطريت ان انا ارجع الكفر تاني واتكلم مع الست اللي حذرتني. انتوا قربتوا من بيت زهرة؟ قلنا لها بيت الشيخ ابو الحسن. لا لا لا، بيت زهرة، البيت المقفول من 40 سنة، والعين اختارتكم. قلت لها بص ايدك، بطلي الكلام ده، ساعديني لو عندك حاجة تساعديني بيها ارجوك. من هقول لك اهو، زهرة دي كانت جنية عشقة للشيخ ابو الحسن، ومراته وبنته اتحرقوا واتخنقوا في الحريقة اللي حصلت بسببه. اي حد بيقرب من البيت بتوري له عينيها، وعينيها مش بتفارقه لغاية ما يموت. انا عملت ايه؟ انا كسرت الباب ودخلت ومعايا مراية عشان اشوف العين. ظهر والله ورايا ظل ودخان كتير جدا، وحسيت ان في حاجة لمست كتفي، ولقيت في صوت بهيم سوداني بيقول لي انت بقيت مكاني. انا فقت بعد قد ايه مش عارف، بس انا الدنيا بالليل وانا مش شايف اي حاجة، والدنيا ضلمة، البيت مفيهوش كهرباء، الباب الخشب اكنه عمارة، انا مش قادر ان انا ازقه حتى. بطلع على الموبايل من جيبي لقيته شغال. رنيت على كريم بسرعة، ايوه كريم، الحق، انا محبوس جوه البيت مش عارف اخرج. قال لي بيت ايه وانت اللي ايه اللي وداك هناك تاني، انا هكون عندك فورا. اللي حصل ان كريم اول ما ركب عربيته بدأ يحس انه بيغمى عليه، وحلم بيا وجنبي عيون كتير لونها اسود، وانا عمال اصوت واستغيث بيه. فاق وحاول ان هو يتصل بيا بس موبايلي فصل. كريم وصل لغاية الباب وقعد ينده عليا وسمعني فعلا. قال لي انا كمان مش عارف افتح الباب، انا لازم اكلم البوليس او اكلم حد يساعدني. اهم حاجة ما تحكيش لحد، واي حاجة تحصل ما تقولهاش لحد. انا عرفت ان اللي احنا فيه ده كلنا بداية اللعنة. طب انت عرفت ايه اللي حصل بعد كده؟ كريم اختفى حرفيا بعد ما قال لي الكلمتين دولت، وقال لي انا هدور على حد يساعدنا، ما جاش تاني. وانا مهما زعق وصوت ما كانش حد سامعني غير صاحبي. يعني دلوقتي هموت، هموت جوه البيت. نصيحة ليكم، اي حد عنده مراية بص فيها كده، في انعكاس لحاجة انت مش شايفها. ما تحاولش تدور على حاجة ما انتش فاهمها، وخليك عارف ان عين الكحل موجودة، وان في حاجة اسمها جنية عاشقة. اللي فهمته دلوقتي ان انا لازم اموت عشان اخد مكان الشيخ ابو الحسن، والجنية العاشقة دي تبقى عليا انا خلاص مستعد لنهايتي اللي هتبقى في خلال ساعات. بشكركم جدا، لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك واكتبوا لنا في التعليقات. شكرا.